السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا جماعة ده؟ معلقتين الفول بقوا ب5 جنيه وما يأكلوش حد؟ طب وليه الكلام ده كله؟ تعالوا بينا النهاردة ندمس فول في البيت، ومش هياخد منك اكتر من ساعة ونص. مقولكيش بقى على الجمال والحلاوة. وكمان بنص كيلو فول بس هنعمل كمية اكبر من اللي بنجيبها من بره. مقولكوش بقى على الجمال والحلاوة، مع شوية كده كمون وزيت حار وشوية شطة وملح بكمون وطحينة من اللي احنا عاملينها، ومش هنحتاج نجيب اي حاجة من بره تاني. وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوة، كفاية بس ريحته. والتكه بتاعته بقى هقول لكم عليها. بصوا الجمال والحلاوه، الفولايه نفسها اصلا مهريه، يعني مش محتاجه اي حاجه. وما اقولكوش بقى على الجمال، يا خرابي على الجمال والحلاوه. هجيب عندي نص كيلو فول اكون نقعاه قبلها بساعتين، هحط عليه كبشه فول مدشوش، واحط عليه جزرايه كنت بشراها، واحط عليه معلقتين كبار عدس ومعلقه كبيره كركم زي ما انتم شايفين. احطهم كده وهحط عليها معلقه بقى التكه، معلقه بقى صغيره بيكنج باودر، واحط عليها 3 معالق صغيرين طماطم بيوريه. وبعد كده بقى هجيب الليمونه اعصر منها سنه بسيطه، واقوم حطها برده جنب الفول. واجيب بقى ميه مغليه كده املي بيها القدره بتاعتي او الكنكه اللي انا بعمل فيها للاخر زي ما انتم شايفين كده اهو. واقوم بقى ابدا ان انا اقلبه بقى كويس جدا. انا عايزه اقول لكم احلى فول ممكن تعمليه، وبجد ما بياخدش اي وقت خالص. اقلبه بقى زي ما انتم شايفين، يعني ممكن مثلا تعمليه بعد الفطار كده بعد التراويح، وعلى السحور تاكلي منه. غطيته بقى بورق فويل كده وقمت قفلته وحطيت عليه النار، ولعت عليه النار زي ما انتم شايفين. ده كان بعد نص ساعه مثلا. بعد ساعه بقى زي ما انتم شايفين بقى عامل كده. انا عايزه اقول لكم لو كنتوا شميتوا ريحته، هو بجد يتاكل كده من غير تحويج. واحلى فول ممكن تعمليه وسهل سهوله. ما اقولكيش بقى لا هنحتاج بقى نستنى 6 ساعات على الفول ولا 5 ساعات على الفول، هم ساعه ونص والفول يبقى جاهز عندك. عايزه اقولك بصي حبايه الفول دايبه ازاي. عايزه بقى ترسيه بالميكسر كده تعمليه مهروس مفيش مشكله. نحوج بقى بشويه ليمون كده وشويه كمون وشويه شطه وشويه زيت حار وشويه ملح بكمون وشويه طحينه كده من اللي احنا عاملينها في البيت. محتاجين بس رغيفين عيش سخنين. وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه. والف هنا وشفا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنه وانتم طيبين، ووعد مني مش هنجيب اي حاجه تاني من بره، وكل حاجه هنعملها في البيت. يا خرابي على الجمال والحلاوه.